السلام عليكم ورحمة الله. أنا دائما أحب أن أؤكد على السياقات التي تحدثت عنها منذ أيام، أن في سوريا مسارين يحكمان المشهد السياسي، مسار أمريكي ومسار روسي. البعض يحاول أن يشابك بينهما على أساس أن أمريكا وروسيا متفقتان على مسار واحد. قطعا لا. والبعض حاول في السنوات الأخيرة حتى هذه اللحظات المباعدة ما بين تركيا وروسيا. لا، هم ملتصقان كالتوأم، ملتصقان في الشأن السوري، يختلفان هكذا مناغشة لكن هم متفقان. لكن كل هذا البعض الذي أتحدث عنه، طبعا هذا بعض مأجور فقط دائما ليضلل الشعب السوري. هو يأتيه البريد دائما أنه تكلم كذا وقل كذا، حتى هو لا يفهم ماذا يتكلم أصلا. محاولة المباعدة ما بين تركيا وروسيا في الشأن السوري بائسة. هي وجدنا يعني سوتشي ماذا فعل. سوتشي مسار تركي روسي بحت. الآن بالعودة إلى سوريا فيها مساران. المسار الأمريكي يا جماعة، أؤكد دائما أن هذا المسار هو الأفضل لنا على كل تخاذل أمريكا. هو أفضل لنا لأن أمريكا قطعت نصف الطريق، فلا أسد، لا عودة للأسد. وبقانون الكبتاغون تكون قد قطعت 3/4 الطريق، يعني يستحيل عودة الأسد. هي نقطة من المهم جدا التركيز عليها. من مع الأمريكان؟ المملكة العربية السعودية ومعظم الدول الأوروبية قربا وبعدا. أما المسار الثاني فهو المسار الروسي الذي حرص منذ التدخل الأول لروسيا في سوريا عام 2015 على تكريس شرعية بشار الأسد الفاقد لكل أنواع الشرعية. وبعد أن تصالحت تركيا مع روسيا بعد حادثة الطائرة وبعد أن اعتذر أردوغان من بوتين، هنا أردوغان أصبح يتعامل مع الثورة السورية كسلعة، كصفقة. يمنح الروس ما يشاءون من الشعب السوري، من حصة الشعب السوري، مقابل يحقق مكاسب هو من روسيا. وهذا أقذر أنواع الصفقات، لا يسمينها أحد سياسة. يعني السوري الذي يقول هذه سياسة، هذه غدر، لا تسمى إلا غدر ومكر وخيانة وما إلى ذلك. لا تسمى هذه سياسة، وخاصة ممن سماه المطبلون لأردوغان خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وحامي حمى الأمة. فلا يعقل أن يبيع أجزاء من الأمة للروسي مرة وللإيراني مرة أخرى. المسار الروسي يريد إعادة الأمور إلى ما قبل 2011. إذن الأمريكي تجاوز كما ذكرت المنتصف، أما الروسي يريد أن يصفر كل شيء. وكانت الخطة بين الروسي وبين التركي هي حقيقة بالشكل التالي بكل بساطة: تصفير المعارضة، صفر، يعني صفر رجال، هؤلاء ليسوا رجال ولا لهم قرار، مسح. تصفير قادة السلاح، صفر، لا علاقة لكم، اسكتوا. يدخل المخابرات التركي عليهم يقول اسكتوا أنتم تستمعون فقط، فقط أنتم عليكم الاستماع. تصفير يعني الحكومة المؤقتة، مدراء الكذا إلى آخره، كل من وصل إلى الصف الأول يجب أن، باختصار يعني، وأنا دائما أتجنب الكلمات السيئة بس حتى أقرب الفكرة، يتم خصيه ثم يدخل. لا يدخل إلا بعد أن يمسح تماما. إذا كانت الخطة تصفير المعارضة، تصفير القيادات، وصولا إلى تصفير الشعب، ليصطدموا دائما بأن الشعب لا يصفر أبدا. لا يمكن تصفير إرادة الشعب، وتبقى إرادة الشعب مئوية بالعلامة الكاملة، ويوم الجمعة القادمة سيرون. نعم، هذه خطة روسيا تركيا، لا تزين. التركيون الآن يحاولون تزيينها، أتاهم البريد اليوم لتزيين الخطة. كيف تزيين الخطة؟ يتكئون على إيران. راقبوا السوركيين الذين يتحدثون على البثوث. هل هذه المرة لن أسميهم، حاضرون في ذهني لكن لن أذكر أسماءهم.
لأنه بصراحة مباشرة واحدهم يتصل علي: أبو المجد ماذا تقول إلى آخره. المهم أنت تتلقى بريد من المخابرات التركية لتحاول دائما أن تضحك على الشعب السوري وتقول إن تركيا وروسيا يستبعدان إيران من الحل. أيوة، مشان يفرح الشعب السوري يعني وينبسط إنه شوفوا الجهود الروسية التركية المضنية بماذا؟ بإبعاد إيران. افرحوا من نيتكم على حالكم، اللي عم يبعد إيران هي إسرائيل. أنتم استقربتم إيران، أنتم قربتم إيران، لكن الآن إبعاد إيران من سوتشي ومن خواتيم يعني الحل اللي توصلوا له، إبعاد إيران نعم صار حقيقة الآن وهو استبعاد. أما ترحيل إيران من سوريا لا علاقة لكم ولا منة لكم، بل عكس، لكم رغبة معاكسة، لأن إسرائيل هي التي تبعد إيران وليس أنتم. فإذا جاري العمل على عربنة الحل في سوريا وفقا لروسيا. ماذا يعني ذلك؟ رأى بوتين بأنه لا يمكن الذهاب إلى حل في سوريا وفقا لمسار سوتشي اللي هو يبقي الأسد ويصفر الثورة. لا يمكن ذلك دون مشاركة العرب. لا يمكن، يعني كانت الأيرنة كانت عار وبال علي، لا أستطيع، لا دوليا لا أستطيع أن أحمل إيران على أكتافي وأذهب إلى حل إيراني روسي تركي. يعني الأيرنة في سوريا غير واردة، فإذا يعني علينا أن نبحث عن العربنة، يعني يجب أن ندخل جزء عربي في الحل، فأدخلوا الإمارات. ومن كان يظن أولا بأن الإمارات أتت لتنافس التركي في الموضوع حيث رأوا أن الكعكة ستذهب إلى تركيا، هذا تحليل خاطئ. ومن يظن بأن الإماراتي أتى الأسد ليبلغه رسالة السقوط والرحيل فهو خاطئ تماما. ومن يظن كمان بأنه تركيا هي التي تستبعد إيران، لا إسرائيل استبعد، فهو خاطئ. ومن يظن بأن تركيا وروسيا كما ينشر اليوم تركيا وروسيا يعملان على الإطاحة بالأسد، فهو كاذب أقل شيء، يعني هو كاذب، هو يتقاضى أموال. كل هذه التحليلات كاذبة ومضللة ومدفوعة الثمن. إذن هذا المسار، مسار سوتشي بقيادة روسيا، بعد أن نجح بجر تركيا لإقناع تركيا بالتخلي عن إقليم الشمال السوري 30 كيلومتر، بعد أن نجح فعلا بوتين بهذا الأمر، وجد أنه روسيا عجم، تركيا عجم، يا جماعة بدنا عرب، تعالوا يا إمارات. إذا الإمارات هم منضمون طبعا من فترة، لكن الآن العلن، الآن بدأت الأمور تدخل إلى العلن. هذا من فترة أنا تحدثت عنه يا جماعة. اللي بتوصلوا رسائلي، اللي بتوصل لأكثر من 1000 شخص رسائلي هي الجماعية، يرجع لأصواتي قبل شهر ليرى بأنني تحدثت أن الإمارات ضالعة في المخطط التركي. هو أحدى عجائب الزمان على فكرة. الآن ألا ترون بأن السوريين الذين اتهموا أحرار الثورة وشرفائها على مدى سنوات بأنهم عملاء للإمارات، ألا ترون بأنهم الآن تقريبا يدافعون عن موقف الإمارات، أو أن ألسنتهم بلعها الفأر؟ ألا ترون، ألا تسمعونهم في الغرف صامتين ساكتين، ومن يتحدث بهذه اللغة، باللغة التي شرحتها قبل قليل. سبحان الله. وكان الكثير منهم يراهن أبو المجد أنه يا أبو المجد، طيب إذا الإمارات فعلت كما تفعل تركيا هل ستدينها؟ قلت لهم أتبرأ من نفسي إن لم أدين الإمارات، وسأدين والدي إذا كان حاول شرعنة الأسد. لكن أين أنتم اليوم؟ أنتم تهجمتم على الإمارات عندما كانت تدعم الثورة السورية وجبهة الثوار وحزم وغيرها، ولكن عندما استدارت الإمارات وأصبحت تدعم الأسد أعفيتموها من التهجم، لأنكم رخيصون، لأنكم من بداية الثورة أنتم أجراء عملاء. تفضلوا اشرحوا. طبعا أنا أستثني، أنا أتحدث فقط عن الذين يبدون مصلحة الدول الأخرى الأجنباوية التي تعادي الشعب السوري وتتآمر عليه على حساب الشعب السوري. أنا أتحدث عن هؤلاء تحديدا.
لا أتحدث عن أناس اختلفت معهم في جزئيات كثيرة، لا لا لا، أنا أتحدث عن أناس يتعاملون مع المخابرات ولا زالوا إلى الآن في الغرف يضللون الشعب